السلام عليكم. وينك؟ وين ذا سترونجست باتل جراوندز؟ وين سكنات اليوتيوبرز؟ وين اللعب بالشخصيات المتابعين وسكنات المتابعين ما ادري ايش. فاليوم يا شباب اليوم قررت لما العب روبلوكس انه في متابعة قررت اسوي نفس سكنها العب ماب ذا سترونجست باتل جراوند. فهي كان اسمها ماب البيوت، فكان تكتب اسمها بروبلوكس ماب البيوت اسمها غزل. كان اسمها غزل فراح اسميها غزل. تقصدون ليش اسميها غزل؟ لين ما بالبيوت كتبت عجبها هذا الاسم، وهاي المرة قررت ألعب بشخصية غزل بماب ذا سترونجست باتل جراوندز، وهاي المرة بشخصية سواريو، ولا شخصية سيتام ولا ميتل بات ولا هاي سخام الوجه. قررت ألعب بيها بشخصية سواريو يا إخوان، سواريو ضد جارو. فعموما يا جماعة إذا عجبكم المقطع قولوا لي بالتعليقات، لأن هذا المقطع راح يشبعكم ضحك، وراح وراح تستمتعون به إذا تريد تاكل وهاي وما شابه. وهذا المقطع راح يجوعكم راح يضحككم أكثر بكثير. فعزيزي المتابع، فقبل ما نبدي الفيديو لا تحرمنا على الزر اللايك والاشتراك، فما نطول عليكم. يلا خلينا نروح على الجيم. Let's go baby.
وإلى هنا انتهت حلقتنا رسميا يا عزيزي المشاهد، عزيزي المتابعين وأعزائي المتابعين والمتابعات. إنه هاي المرة انتهت حلقتنا، إنه هاي المرة قررنا نلعب شخصية سوري ولكن بشخصية غزل في روبلوكس ماب ذا سترونجست باتل جراوندز. إن شاء الله هاي الحلقة انبسطتوا بيها، وهاي الحلقة باختصار حلقة مرة أسطورية. إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا ضغطا على الزر اللايك والاشتراك. كم ياكم إبراهيم، استدعوكم الله من داعٍ لا تسوي بمان السلام غير الختام.